عشان ما تقولش ان انا بقول لك ان كل حاجه سلبيه. لا، المنتخب المحلي كويس. الى حد ما كويس، لكن في الاخر احنا بنهرج. عمرو السولية راح ليه؟ ما نعرفش. المنتخب فيه لعيبه كتير ما راحتش ليه؟ ما نعرفش. الاتنين المدافعين بتوع ميراميدز مفهومش واحد ينفع يروح. كريم حافظ ما ينفعش يروح، ناصر ماهر ما ينفعش يروح. ده ناصر ماهر ده يروح منتخب اول، تخيل ما راحش المنتخب المحلي. بس الى حد ما المنتخب كويس، عشان ما اعملكش الحياه سودة، وعشان ما اقولكش ان المنتخب وحش فانت تقول يا عم انتوا مش عايزين تدعموا حد، مش ما فيش حاجه عاجباكوا. لا لا يا عم، في حاجات كتير كانت المفروض تبقى مختلفه، بس تمام. البطوله دي احلى حاجه فيها ذكرياتها مع احمد رفعت الله يرحمه. الجون اللي جابه، اللي انا بالنسبه لي ده افضل جون في تاريخ البطوله، مش عشان بقى تعاطف مع احمد رفعت وبتاع الله يرحمه، لكن هو جون حقيقي، جون جميل جدا. وطبعا عشان احمد رفعت راجل يعني بنحب نفتكره بالخير وبنحب نفتكره بحاجه حلوه، فانا بالنسبه لي الجون ده من احلى الاهداف اللي دخلت في البطوله دي. البطوله السنه دي عنيفه، شرسه جدا. البطوله هيبقى فيها ماتشات تقيله قوي، ولو صعدت من المجموعات هتلعب ماتشات تقيله مع منتخبات تقيله. تتفرج على شويه المنتخبات اللي بتلعب في البطوله. السعوديه شرسه جدا، الاردن حلوه جدا، فلسطين منتخب محترم ومجتهد بشكل مش طبيعي. في شويه منتخبات هتقابلها جامده، لو ما لعبتش بواقعيه، لو ما لعبتش على قد امكانياتك هتضيع وسطيهم. خصوصا ان انت عندك نواقص كتير في الفرقه، فرقه فيها حاجات كتير طايره، والكابتن حلمي بيلعب بطريقه، بالطرق اللي هي انتحر، ده شغل حسام حسن وبتاع، والشغل اللي انتهى وانتحر. فلو اللعيبه دي ما عندهاش شيء هي تقدمه، انت في منتخبات هتاكلك. لكن عموما في حاله في البطوله، البطوله لذيذه خفيفه على القلب كده، بطوله ايه، حاجه لايت كده بتاخدها وقت فراغك، بتقضي ماتشين، بتتفرج لك على ماتش ولا اتنين، بتتفرج لك على ملخصات لذيذه يعني تعدي بسرعه كده، وبطوله لذيذه يعني. المنتخب مش اوحش حاجه، لكن برضو يعني مقبول. ادينا بنتفرج وبنتابع في الخفيف كده لحد ما نشوف اللي جاي هيحصل ايه، ونشوف بقى المنتخب الاول هيعمل ايه في بطولة افريقيا. قناة مفلسين كورة، سلام.